اللي وقفوا جنبك زي مثلا عمتك على رأس القائمة. نعم. وبقية الناس تقول لهم ايه؟ واخويا اسماعيل واخوك اسماعيل طبعا. بقول لهم ايه لهم دلوقتي من دلوقتي مكانك دلوقتي؟ انا من غيركم ما كنتش بقيت اي حاجه بعد رب العالمين ورضا اهلي ورضا امي عليا طبعا اكيد. لا ما كنتش حاجه خالص. طبعا في ناس واقفه معايا دلوقتي، هي شركه لجنان. الناس دي واقفه معايا جدا، وهي من وقفتها معايا كمان ادتني دافع كبير في حياتي بكل امانه. طيب احنا سمعنا ان في ديو جديد. ده ايه بقى القصه دي؟ والله ده حلم ليا كان بالنسبه لي من زمان جدا. هتكون الديو مع خوليو إجلاسياس. يا رب احاول اقدم حاجه كويسه للوطن، يعني يا رب اكون نموذج كويس للوطن العربي لاوروبا والعالم. هو طبعا ذا كينج اوف رومانس هو خوليو، طبعا ابو انريكي إجلاسياس هو. وحبيت انه اعمل حاجه اكستريم رومانتك، فما حد يعني الحمد لله ربنا كرمنا مع الديل ده. بقالي كتير بشتغل على الديل ده، بقالي تقريبا 4 سنين. بشكر لجنان، شركه لجنان هي اللي تعبت وعملت الديل ده كله. وان شاء الله الالبوم الاغنيه هتنزل بالفالنتاين، وان شاء الله هتشوفوها ان شاء الله، يمكن تكون على قناتكم باذن الله رب العالمين يا رب باذن الله. حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تانية، قربي ضمني خديني مرة تانية. حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تانية، قربي ضمني خديني مرة تانية. قربي ليا خدي عينيا، ما انت اللي ليا في الدنيا دي. مثلا نرجع ورا 4 ألبومات. نعم. انت حاسس ايه الاضافات اللي اتضافت لشخصيه سامو زين الانسان خلال الفتره دي؟ اكيد بقى عندي خبره فنيه اكتر، بقى عندي بدات افهم المزيكا اكتر، بدات افهم انا عايز ايه اكتر، بدات افهم الناس عايزه مني ايه اكتر. لازم يكون الفنان عنده ذكاء فني عشان يستمر. وبدات احاول انمي اكتر الذكاء الفني، ان انا ازاي انمي فني اكتر، ازاي احاول ان انا اشوف ايه اللي يناسبني اكتر. انا عارف كويس انا بغني قد ايه، وعارف انا مهنتي شكلها ازاي، وشكلي على الستيج ازاي. بحاول ان انا انمي ده وازيد خبرتي الفنيه اكتر عشان احترم الناس، عشان الناس هي اللي عملتني، فبحاول ان اقدم ده اكتر يعني. طيب دي على الناحيه الغنائيه، على الناحيه الانسانيه انا زي ما انا من اول يوم لحد دلوقتي، انا زي ما انا بحب اهرج واصحابي انا زي ما انا بالظبط. ودي مشكله عندي بالنسبه لي، علشان في ناس بتقول لك انه سامو لازم شويه يتغير، عشان هو الناس لا انا زي ما انا بقف في الشارع مع اصحابي وانزل واخرج واقعد مع عادي. على الناحيه الانسانيه انت ما اتغيرتش؟ لا خالص. وبلاقي لحد دلوقتي الناس بتتلم ومش عارف ايه، وببسط واقعد واهرج واغني وفي الشارع، ما عنديش مشاكل دي خالص يعني. وعلى الناحيه الاخراجيه الصغيره دي هذا يمكن الاخراج بامانه. استنى سامو هو بيعمل فيلم، اول فيلم ليه ناوي تخرج فيلم؟ دي اول مره اصرح فيها عالميا ان شاء الله. خلاص احنا يعني الفيلم اللي جاي باذن الله يعني هيكون بعد 3 سنين باذن الله. هبدا هكتبه انا واخرجه انا باذن الله. طيب عايز اسالك سؤال. انت بتقول هتبتدي تكتب فيلم وتخرجه، ده هيكون هو دي الوحدين. الناحيه الاخراجيه احنا شفنا سامو بيخرج مع شادي حنا في كليب. نعم. ومع مخرج تاني اجنبي في كليب تاني. نعم. وخدتوا افكار من بعض وساعدتوا بعض. نعم. عشان الصوره تطلع بالمنظر ده. بالنسبه للكتابه. نعم. انت مش حاسس ان ملكه الكتابه، مش عايز اقول صعبه، بس يعني محتاجه جو معين؟ اول حاجه خليني ارد على موضوع اللي احنا اخذنا افكار من بعض من الكليبات، هنرجع بعدين احنا ده. انا بعمل كل افكار كليباتي من اول ما بدات من انا ليك. حتى لو كان بشتغل مع سعيد المروك، انا بعمل كريتيف ايديا، سعيد او شادي او وريفر. انا اشتغلت مع اي مخرج في الوطن العربي او في العالم، انا بشتغل دايما على افكاري انا اللي بشتغلها. انا بدي افكار لمطربين تاني. انا بحب الشغلانه دي، بحب ان انا اطلع افكار جديده، بحب اني اعمل افكاري سيمبل قوي من الخيال اللي انا بعيشه من الاغاني بتاعتي. من ناحيه الاشتراكات، كليب عارف ايه ده اخراجي 100%، وانا قلت قبل كده انه عشان كليب 100% انا اخراجي
انا حبيت اني اضيف لشادي حنا بالكليب ده، احط اسمه شكرا ليه ان هو اللي ساعدني على تحضير المعدات، انا كنت فشكرا ليه حطيت الاسم بتاعه. كلمه ليه اللي انا اشتغلت معاه باغنيه عارف ايه، انا اخرجت الكليب ساعد فيه الكلمه ليه، بس ده اخراجي 100%. والكليب التالت فيه يمكن بيعتبر ما فيش اي حد معايا خالص في الكليب التالت. بتكلم على ناحيه سيناريوهات. انا قلت كويس ان انت بعد وضحت التوضيحات دي نعم. عشان الناس برضو تبقى فاهمه ايه الحاجات الموجوده بالظبط. يعني الناس شافوا اسم سامو زين وشادي بالظبط. حنا، بالظبط. اسم سامو زين مع كلمة ومخرج تاني ليه. نعم. بالظبط. نعم. فالناس برضو بتتساءل نعم. سامو اتعلم الاخراج امتى؟ انت عارف نعم. يعني انا يعني الناس بتسال سامو نعم. اتعلم الاخراج فين؟ نعم. مش امتى يعني فين؟ نقول نرد. انا اخذت كورس 3 اشهر، رحت لندن من قبل ما كليب الاولاني، قبل بعد كليب قرب ليا، بعد كليب قرب ليا عملت كليب اسمه حبيب روحي. فكنت المفروض ده انا اول كليب اخرجه انا اصلا يعني. فسافرت لندن اخذت كورس، اتعلمت على عدسات وعلى الحاجات دي كلها. انا بحب الاخراج اصلا يعني، انا بحب الاخراج، بس انا مش ناوي ان انا ابقى مخرج ولا مش عارف ايه، لا خالص، انا بحب الاخراج. I love to be a director. فكان الموضوع ده، فما حصلش صدفه بعد ما قدرتش اسافر وقتها لندن، فاضطريت اني اصور الكليب. بعد كده سافرت اخذت الكورس بتاعي، فانا عندي اصلا يعني المام بالاخراج كل حاجه. وفي الوقت نفسه انت بتخرج لنفسك عشان عايز الناس تشوف افكارك، يعني كنت عايز اشوف نفسي بضحك، كنت عايز اشوف نفسي بضحك بكل امانه. الناس شافتني دايما زعلان، كنت عايز اضحك بكل امانه، عايز اشوف الناس تشوف رؤيه ثانيه مختلفه ليا. الموضوع خفيف جدا، ما فيش اي حاجه، واحد بيتكلم بالتليفون والتاني واحد في الاتوبيس، يعني الموضوع يعني موضوع كان حلو قوي. كان حلو قوي الشوت اللي في الاخر اللي انت نزلت فيه البنت وبعدين فجاه لقيت الباقيين بقى وخلعت يعني هي افكار يعني الاغنيه رومانسيه والناس ضحكت، يعني اغنيه رومانسيه الناس اتبسطت بالاغنيه والناس ضحكت برضه في الاخر. يعني الفكره الناس عايزه تضحك، الناس عايزه تغير لها شويه، ممكن توريهم وش تاني برضه منك، انه انت برضه بتعمل الناس، ممكن تضحك، ممكن تعمل شكل لطيف، ممكن تكون رومانسي، ممكن تكون طابع كوميدي شويه بالكليبات، بالاحتفاظ لرؤيه الناس، الاحترام. انا بحب الاحترام بالكليبات اصلا بتاعتي. اتكلم عن السيناريو عشان ما انساش. عفوا. ليه انا قلت بعد 3 سنين؟ علشان بالفتره دي هبدا اخد كورسات واتعلم كتابه كويس، وعشان احترم الموضوع ده. اكيد هيكون في ناس معايا واقفه وتساعدني على الموضوع ده. يمكن احط القصه بس وهم يكتبوا، او السيناريو والحوار كمان بالزبط. يكون لشخص تاني. بس من الناحيه الاخراجيه انا 100%، عشان هروح 6 اشهر، هغيب فتره 6 اشهر تقريبا. هاخد الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله، على بعد شهر 7 باذن الله هغيب لاول السنه، هاخد كورس كبير جدا بقى على الاخراج السينمائي والافلام يعني. طيب. سنة 2007 كانت عاملة ازاي بالنسبة لك؟ والله الحمد لله كويسة جدا، كل امان الحمد لله، يعني ربنا كرمني فيها، من شركات الانتاج، من الحفلات، من النجاح الكبير، من نجاح البومي. الفيلم خلص التاني الحمد لله مع استاذ سامي العدل، يعني ربنا كرمنا كويس جدا. ختمتها بحفلة انت؟ ختمتها بحفلة كبيرة جدا مع الاستاذ حسن عاكف، يعني الحمد لله. عندي حفلتين النهارده. عملتها بحفلة بسمير رميس وحفلة في الكونراد. ف يعني حفلتين حلوين جدا بالنسبه لي، حفلتين كبار مع نجوم كبار كمان. شرفني طبعا معكم. مين بيشاركك في النجوم؟ مين شاركك في النجوم؟ معايا كان الاستاذ الكبير طبعا، النجم اللي انا بعشقه وتربيت على صوته اصلا طبعا، الاستاذ هاني شاكر طبعا. وفنانه انا بحبها جدا طبعا، شيرين انا بحبها جدا طبعا. والحفله الثانيه كنت انا والنجم حمائي طبعا، محمد حمائي اللي هو حبيبي وانا بحبه جدا. وبالمناسبه ما دام جت سيره حمائي، نتكلم بقى بالمره انه اخر فتره قالوا انه في مشاكل كتير بين حمائي وبين سامو وتامر. سمعنا اشاعات ان في مشاكل ما بينك ده انت على طول بص حريقه انت على طول. لا بص، يعني ما دام جت سيره حمائي وتامر بالمره نتكلم بقى، نقول انه كل الكلام ده طلع ب 2007 اشاعات، ما فيش اي حاجه. كل اللي حصل انه في احنا ثلاثه في منافسه بيننا دلوقتي، وانا مش جاي اخد مكان حد، لا تامر ولا حمائي. انا راجع اخد مكان الطبيعي اللي انا موجود فيه. تامر فنان تامر نجم وحماية نجم، واحنا الثلاثه بعتقد انه خريطه الحفلات
وتغير الجداول الحفلات هي دي اللي عملت الشعلله اللي احنا بيننا الثلاثه والكلام الكتير اللي حصل في السوق. بس بالنهايه التنافس حلو بيننا احنا الثلاثه، كله بيتخانق على كله. يعني بالنهايه احنا بنعمل الفن للناس مش لينا ابدا خالص. فيعني الحمد لله ربنا ستر يعني. طيب ما حصلش يعني الحمد لله ما فيش مشاكل. لا ما فيش اي حاجه، ما فيش ضرب، ما فيش اي حاجه. اوعى تقول الكلام ده. لا عايز اقول لك يمكن كمان الناس بيستنوا يسمعوا اشاعه صغيره عشان يكبروها. يعني انا اعرف ان في ناس، يعني ناس مخصوصين للكلام ده، يعني يسمع بس كلمه كده صغيره يعمل منها مشكله والاشاعه تنتشر، ده مش عارف مين اتخانق مع مين، ده مش عارف مين، ايه اللي حصل. طول ما انت في حالك ومبسوط انت بالنجاح اللي انت بتعمله ده، وبتسمع اشاعات وبتحفظها، فانت مرتاح. بتحفظها وتكررها وتكبر فيها كمان. في اشاعات ممكن تفيدك جدا وتنجحك بكل امانه، وفي اشاعات ممكن تدمرك وتبقى انت بينك وبين نفسك انت اصلا متضايق ومش مستحمل الكلام اللي انت بتسمعه. في اشاعه طلعت عليك تعبتك نفسيا؟ اكيد زي كل فنان. اكيد. في اشاعه بسطتك، حسيتك ان دي حاجه كويسه مش وحشه؟ والله في بصراحه. زي طلعوني انا نذير نساء. عجبتني دي. على العكس خالص، على عكس الحقيقه خالص بصراحه والله العظيم التامر خالص. ناس كتير قوي بتقول لك قالت لك ان انا نذير نساء، انه انا ايه، محطم قلوب العذاره. فقلت لهم ايه ده ما شاء الله، ده انا ما اعرف كده. حاجه كويسه. قلت ماشي، طب حلو شغال برضه. انت ما عندكش في المنطقه دي خالص يعني. امنيات سامو زين ل 2008. ربنا يخلي لي امي وابويا اول حاجه، ربنا يخليهم، ويخلي لكل الناس اهليهم. يا رب تمم لي بخير اول حاجه في حياتي العاطفيه، ولكل الناس اللي بيحبوا. ربنا يكرمني اكتر واكتر، وحابب ان انا اثبت نفسي اكتر واكتر، واكون بالمستوى الناس اللي مستنياني فيه. احاول احقق زي ما انا حققت 2007، احاول اقدم برضه ب 2008. الاهم من ده من كله، يا رب لكل واحد عربي يتمنى في بلده الامان زي ما انا بتمنى في بلدي دايما تكون فيها الامان. اتمنى في لبنان، في فلسطين، في العراق، في بلدي سوريا، في الجولان. اتمنى انه ربنا يتم علينا بخير، ويكون يتم السلام بقى بيننا وكل حاجه، ونرتاح اخيرا بقى، ويكون باذن الله نعيش سعداء شويه الحياه اللي احنا بنعيشها دي. وناكل غزل البنات. وناكل اي حاجه خفيفه كده. احسن من اللي بناكله هناك. في حاجه ما قلناهاش وانت عايز تقولها؟ لا بعتقد انت ما خليتش حاجه، بسم الله ما شاء الله يعني. اتكلمنا عن كل حاجه. انا مبسوط ان انا اتكلمت. انا بتكلم اخر حاجه بقول كل سنه وانتم طيبين لكل الناس. يا رب عام خير ومحبه لكل الناس اللي موجودين مع بعض. بتمنى ان تكون 2008 عام السلام او عام الخير يدوم على كل الناس. وبشكرك يا تامر بجد. باذن الله. ميرسي جدا 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 ليك يا سامو. ميرسي جدا ليك. ونشوفكم في حلقه ثانيه على بالك.